فينكم يا محبين الشتاء والسقعة والتكتكة والجو الجميل اللي احنا فيه ده؟ اول حاجة كده نصلي على النبي، اللهم صل وسلم وبارك عليك يا حبيبي يا رسول الله. تاني حاجة طبعا لازم ندعي لاخواتنا في فلسطين، ربنا يشفي مرضاهم ويرحم موتاهم يا رب. ربنا معاهم يا رب في الجو الساقع اللي احنا فيه ده، يا رب يكون معاهم يا رب، النصر عاجلا غير آجلا. اللهم امين بحق الايام المفترجة يا رب، اللهم امين. تالت حاجة بقى منزل لايك والاشتراك في القناة قبل الفيديو كده عشان نتحفز وننزل ان شاء الله فيديوهات كتير جدا قبل رمضان، محفزة ومشجعة وجميلة جدا ان شاء الله تعجبكم. تجهيزات بقى وتفريزات ومشتريات وحاجات حلوة بتاعت رمضان دي ان شاء الله. اول حاجة كده كنت غالية 2 كيلو لبن امبارح، وسبته بقى كده يهدى خالص ودخلته التلاجة، والصبح بقى قبل الفطار رحت قلت بقى اشيل القشطة اللي على الوش كده. كنت نازلة اجيب يا بنات جبنة، جبنة مين، زبدة فرن او عرفت ان هي مقاطعة، قلت اجيب كريستال لقيت فيرنا ب135، وكريستال عشان مصري لقيتها ب120 تقريبا او 115. فاتصدمت كده بقى وخدت الصدمه، فاللي هو ايه مش عارفه اعمل ايه. قلت والله ما بديهاش، انا ان شاء الله هحوش قشطه من دلوقتي لحد ان شاء الله الاسبوع اللي قبل رمضان، وهعمل احلى زبده او احلى سمنه بلدي من ايدي كده. يعني ان شاء الله هتوفر معايا جامد جدا جدا. فالعلبه اللي انتوا شايفينها حطيت فيها السمنه دي، حطيت قصدي فيها القشطه دي. باذن الله باذن الله هحاول اخليها تتملي كده قبل الشتاء، قبل في ايه انا مش عارفه اعملي في ايه قبل رمضان. وهي ان شاء الله هعملها معاكم سمنه بلدي او زبده فلاحي ان شاء الله قبل رمضان. زي ما انتم شايفين كده عملت بقى شاي بلبن من اللبن اللي انا كنت عاملاه، والنور قطع وانا بعمل الفطار فالله المستعان فقلت يلا نكمل الفيديو. فطرت بقى والنور جه وكده، وقلت بقى نكمل مع بعض، ونزلت جبت شويه مشتريات او مشتريات الاسبوع بتاعتي. حبيت بقى بصراحه اصنع لنفسي كده يعني حاجه، كنتش لا نفسي اشتغل اصلا ولا اشغل الكاميرا ولا الفيديو ولا اي حاجه. فقلت لا انا بشغل اغاني رمضان الحمد لله يا رب، يعني بتحفز وبتشجع كده. فقلت لا اشغل اغاني رمضان جنبي، بحب الاغنيه دي قوي قوي. البنت اللي هي اسمها هالة رشدي تقريبا، حاجه رشدي كده. بجد بحب بحب صوتها، فبتغني اغنيه رمضان حلوه قوي. فشغلتها جنبي كده بقى، وشغلت مجمع كده اغاني رمضان، وقلت اشتغل بقى وزمي الله كده ونستعين بالله ونبدا كده. اللي كنت جايبه المشتريات والله العظيم حطها، يعني انا جايبه المشتريات دي كنت جايه من السوق الساعه 5 تقريبا، 4:30 5 كان يوم الاحد. فعايزه اقول لكم مصور لكم المشتريات دي بعد العشاء تقريبا، اللي هو انا ايه اشتغل اصور افتح الكاميرا مش عارفه في ايه. يعني الساعه مخلينا مش عارفه في ايه، بس طبعا احنا ما بيهمناش، احنا قمنا طبعا. وقلت بقى اصور معاكم كده. اليوم ده عملت مكرونه بشاميل، فكنت جايبه بقى دقيق وفتحته عشان كنت عايزه اعمل البشاميل. واتغدينا كمان، يعني انا كنت فطرنا واتغدينا، وقلت بقى اصور معاكم. انا عماله بقى اقول اقوم ما اقومش، يعني الحمد لله. الشعريه دي كنت جايباها من الاسبوع اللي فات، فحبيت اوريكم اللي انا عندي يعني شعريه الحمد لله. وجبت نص كيلو من الدقيق. الاسعار يعني في ذمه الله، يعني ربنا يرحمنا ويا رب يكون معانا يا رب، بجد الموضوع صعب، يعني الاسعار صعبه جدا جدا يعني. جبت بن عبد المعبود دوت اللي هو لا يحصل طبعا 8 كيلو، جايباه ب 30 جنيه. البن غالي جدا برضو. الدقيق بقى ب24. الشعريه والمكرونات ب27. كيلو الزيت السايب بقى ب90. الله المستعان. العسل الاسود بقى بحاجه و40. الفول ده عشان انا هدمسه معاكم ان شاء الله باذن الله عشان رمضان يا رب، اللهم بلغنا رمضان يا رب. لا فاقدين ولا مفقودين يا رب، اللهم امين. جبت نص كيلو فول بحاجة و20، 20 حاجة و20 تمام. العدس انا وقال لي بحاجة و70 او حاجة و60، قلت له هات ب10 جنيه عشان هحطه على الفول بس مش اكتر. تمام. وايه تاني، اللهم صل على سيدنا محمد. وجبت الطحينة. الطحينة تقريبا 8 كيلو برضو ب10 جنيه او ب11 تقريبا، 10 جنيه طحينة تقريبا، ده 8 كيلو. الزيت ده اللي كان عندي، الازازه دي كان فيها شويه من الزيت، حطيت عليها الزيت السايب اللي انا جايباه. ما شاء الله نص كيلو ملالي ازازه الا ربع.
اللي هو اصلا احنا بنجيبها بره ب60 وبحاجه و50. والله الواحد بيجيبها يمين يجيبها شمال يحس ان احنا مش بنوفر برضو. يعني ازازه الزيت دي أنا كنت جايبها ب50 جنيه، وهي مش محصله يعني نص كيلو هو ولا كيلو ولا حاجه بسيطه. فالله المستعان. هفضي بقى الحاجه بتاعتي، البطرمانات دي كنت غسلاها قبل ما انزل، لانها كانت خلصانه، قلت بالمره اغسلها بقى مع المواعين عشان ايه اما اجي بقى احط الحاجه على نظافه. حطيت العسل والطحينه والحاجه بتاعتي كده. الرز دي ب31 تقريبا او ب32. كنت جايبه نص كيلو برضو، قلت احتياطي، انا مش عارفه هعمل بيه ايه، بس قلت احتياطي يبقى معايا برضو لو احتاجته في نص الاسبوع ولا حاجه، لان النهارده هعمل مكرونه بالبشاميل. فكنت جايبه نص كيلو مكرونه، بس انا ايه كنت سلقته يعني عشان كنت هعمله النهارده مكرونه بشاميل. يعتبر الروتين دوت مقسوم على يومين، يوم الاحد ويوم الاثنين. لان انا يوم الاحد كنت عامله مكرونه بشاميل، ويوم الاثنين كنت صايمه الحمد لله اللي هو النهارده، الحمد لله ربنا تقبل يا رب. فكنت عامله بقى ايه شويه عدس ما اقولكوش، بس بصراحه ما صورتوش معاكم لان انا عملته كذا مره، فما تزهقوش مني يعني. قلت بالمره وانا واقفه كده ايه انقي الفول واحط له ميه عشان يوم الاثنين، الكلام ده يوم الاحد ركزوا معايا، يعني يوم المشتريات ده كان يوم الاحد. فانا كده هنقي الفول واظبطه وايه وهنقعه. فنص الفيديو في الاخر بقى هتلاقوني بسويه تمام كده، خليكم كده مركزين معايا عشان ما تتوهوش مني. عايزه اقول لكم هو سهل جدا، انا بصراحه دي تاني مره ادمسه. ماما كانت على طول بتعمل ربنا يديها الصحه، فكلمتها قلت لها يا ماما انا عايزه ادمس الفول قولي لي اعمل ايه. فما عملته عرفت طريقتها. لما عملت اول مره فاعتمدتها بصراحه. بس انا زودت تريكايه كده، كانت ماما على طول ما بتحطش جزر مبشور، انا حطيت الجزر بيديله لون حلو قوي. بقى هوريكم بقى شكله دلوقتي. وماما بتحط في الفول رز، معلقه رز، انا ما حطيتش رز خالص. حطيت عدس، هقول لكم بس الطريقه في اخر الفيديو عشان برضو ايه ما اسبقش الفيديو. الاولاد بقى كانوا معايا في السوق، فشافوا الفنكوش دوت عند الراجل الملون ده، كان عنده الابيض والملون. شفته فيه قلت لهم طب نجيب طب حتى الابيض، يعني بلاش الاذى كله، نص الاذى ولا الاذى كله. قالوا لي احنا عايزين الملون، فجبت لهم ب5 جنيه الحبه دول ب5 جنيه. فقلت لهم هبقى اعملها لكم بالليل باذن الله. قلت كده فضيت عشان مش عايزه يبقى فيه اكياس خالص. طول ما في اكياس كده مربطه لي في التربو ببقى متعقده منها. هنا بقى شغلت بقى مرحب شهر الصوم بقى وحاجات جميله، بحب الاغاني دي جدا. وطول ما انا بشتغل شغل رمضان او تفريزات رمضان او اللي انا بنظف تنظيفات رمضان، لازم اشغل الاغاني دي، بجد بتشجعني بتديني طاقه رهيبه رهيبه بمعنى الكلمه. كنت عند ماما ولقيتها عندها بصل بودر وتوم بودر، قالت لي انا مش بحتاجهم، قلت لها لا زي الفل انا هاخدهم وانا ماشيه. ولا هو ايه الزيادات يا حاجه ادهم لي والله وانا مش هقصر، انا موجوده يعني. اي حاجه انت مش عايزاها انا موجوده. فخدت منها التوم باودر والبصل باودر وحطيتهم على بعض في بطرمان ازاز كده، قلت عشان هو اصلا بيدخل لهم رطوبه بسهوله جدا، التوم والبصل على فكره لو كلكعوا منك خلاص ارميهم. فانا حطيتهم في بطرمان ازاز كده نضيف وناشف، وحطيتهم على بعض، فقلت عشان استعملهم باذن الله. البصل الابيض اللي هو الجديد دوت جايباه كيلو ب15 جنيه، جبت كيلو. وكان عندي كام واحده من الاسبوع اللي فات ما شاء الله يعني. وجبت بطاطس، البطاطس دي كانت عندي برضو. قلت برضو اوريكم ان انا كان عندي بطاطس، كنت جايبه 3 كيلو ما شاء الله الاسبوع اللي فات، فبقى منها يعني، فما رضيتش اجيب السنه دي الاسبوع ده. برضو البطاطس ثابته على 10 و12. البصل ب15، الليمون ده الكيس ب5 تقريبا، الكيس ده ربع كيلو تقريبا. قرنين فلفل كده فوق البيعه مش مشكله. والكابوتشا جايباها قال لي ب10 من هنا لهنا، كنت هاخدها ب5 مرضيش، ادالي ب7 بالعافيه. بس ما شاء الله حلوه يعني، احنا اولادي بيحبوا الخضار جدا، الكابوتشا والخيار والجزر والحاجات دي. القوطه ب8، قلت له ما عندكش حبه مستويين، قلت بقى عشان افرز برضو تاني. زي ما قلت لكم كل اسبوع كده بجيب حاجه واشيلها ب10 جنيه 20 جنيه زي ما ربنا يريد يعني اللي يبقى مني من مصروف الاسبوع. فبصراحه قال لي لا ما فيش، كان في واحد يعني واقف بيديله كده القوطه المستويه، فقلت نصيبه يعني خلاص، فما جبتش قوطه الاسبوع ده. هقول لكم انا جبت ايه افرزه الاسبوع ده باذن الله. جبت خيار، الخيار ب12. قلت له انا دلوقتي بقى ايه بقيت انقي الحاجه اللي انا عايزاها واقول له اوزن لي دول بكام، او يوزن لي دول قد ايه، المفروض دول كيلو او كيلو اللي حاجه بسيطه. الخيار اداني ب10 يعني لان هو كيلو ب12. وجبت القوطه كيلو وربع ب10. بس ما شاء الله القوطه جميله جميله قوي اليومين دول يا بنات، اللي هي بقى الجامده بتاعت السلطه وكده، وبرده اللي هي اللي هي بتاع اللي انت تفرزيها الطريه شويه. الجزر جبت كيلو ونص ب10، انا هسيب برضو منه للاسبوع، يعني اجي على اخر الاسبوع كده هاخد احتياجاتي منه، واللي بقى مني هفرزه برضه زي ما قلت لكم ان انا هفرز جزر الاسبوع ده كمان. الجزر اليومين دول مسكر جدا، عايزه اقول لكم طول اليوم اولادي بياكلوا فيه لانه مسكر. وكويس جدا جدا ان هم ياكلوه كده طول اليوم. واحط كده الحاجه بتاعتي في المنظمات. التلاجة بقى عندي زي الفل، زي من ساعه ما نضفناها مع بعض، محافظه على نظافتها، في اي حاجه كده اي حاجه كده بلمعها اول باول، ومحافظه عليها طبعا. المنظمات منظمه لي طبعا التلاجة جدا. جبت الموز ده، عايزه اقول لكم الموز بقى ب15، كان ب12 جنيه.
فلقيتها بقى حاطه كده كام يعني شويه موز كده جنبها واقعين من السباطه بس مش اكتر، مفهومش اي حاجه. قلت لها بكام؟ قالت لي ب10. قالت لي لا استغفر الله العظيم، قالت لي ب12 او ب11. قلت لها بصي انا هاخدهم ب10 ووزنهم لي زي ما يجي، مش عارفه قالت لي 2 كيلو 2 كيلو وربع حاجه كده. فما شاء الله ادتني الكيلو ب10. فجبت 2 كيلو وشويه، يعني قالت لي دول ب20، من هنا لهنا خدت دول ب20 تقريبا 2 كيلو. فبصراحه حلوين ما فيهمش اي مشكله. انا عندي اولاد عشان بيحبوا الموز ما شاء الله، فهو مش ايه مش هيطول معايا ان انا اخاف ان هو يجرى له حاجه، تمام كده. ففرق 15 جنيه في الكيلو من 10، فانتي برضو المستفاده بال5 جنيه زياده. بدل ما كنت هتجيبي كيلو جبت 2 كيلو، فاهمين قصدي؟ برضو الواحد بيحاول يعني يوفقها من جميع الجهات، مش عارفين نعمل ايه والله، الله المستعان. الفراوله ب20، قالت لي ب22، خدتها ب20 الحمد لله، لقيتها حلوه. كنا عايزين نعمل كوكتيل، فجبت كده ايه التفاح لقيته ب70 جنيه او ب60 جنيه تقريبا. قلت لها انا عايزه نص كيلو، بصراحه ما قالتليش حاجه عشان انا بتعامل معاها على طول. قلت عشان اعمل لهم كوكتيل مش اكتر. التفاح الاصفر ده انا بحبه جدا عن الاحمر، الاحمر مبقاش حلو خالص. جبت نص كيلو خيار، خيار ايه، نص كيلو تفاح. مش عارفه فين. نص كيلو تفاح ب30. وجبت 2 كيلو موز ب20. وجبت اللهم صل على سيدنا محمد، انا جبت ايه تاني والله ما فاكره، والفراوله ب20. تمام كده يعني عشان اعمل كوكتيل. وما شاء الله برضو سبت موز على جنب يتاكل كده من غير حاجه. زي ما قلت لكم بقى ننتقل كده للمنظفات. جبت مسحوق بريل ده اللي قلت لكم عليه، حلو قوي بجد، ما يتخيرش عن باقي كتير. باقي عشان بدأ يتعرف وناس كتير تحبه وكده وبقت تسحبه، فقال له في الكميه جدا. فده بصراحه ست شكرت لي فيه، فجبته ب25 جنيه. وجبت مناديل سحب، وجبت كمان ده الازرق ده كان برسيل جل. اللهم صل على محمد. هنا بقى كنت سويت المكرونه بشاميل، طبعا انا كنت بصور معاكم والصينيه في الفرن، قلت عشان انجز وقتي ونتغدى واكمل معاكم الفيديو. يعني انا ايه شغاله كذا حاجه مع بعض وعايزه انجز، لان كنت خلاص اليوم بيخلص مني، اللي هو خلاص بقول لكم بصور بعد العشاء وبسوي الاكل بعد العشاء، اللي هو كله خلاص يعني الجو بدأ يتلج بقى بالليل ده. بحب الشغل بالليل في الشتاء خالص. بحب بقى عايز خلاص بقى يعني ايه يحط بطانيه كده على الكنبه ويتفرج على حاجه حلوه كده لحد ما نيجي ننام. فاهمين ازاي؟ فزي ما انتم شايفين كده هنتغدى بقى وبعد كده هنكمل الشغل مع بعض. المكرونه عايزه اقول لكم كانت جميله جدا، عاملاها يعتبر نجريسكو، مش عاملاها بلحمه، عاملاها ببانيه يعني، بصدور فراخ، عاملاها زي نظام شاورما كده وبس كده. وعملتها معاكم كتير جدا، ما حبيتش ان أنا بس ايه اطول الفيديو وخلاص. حبيت بس اوريكم الغدا بتاعنا ايه النهارده وخلاص هنكمل مع بعض بقى الشغل. سبتها بقى تهدى شويه، فهتلاقي الخلطه طالعه بخرطتها كده. انا عشان كنت بس يعني الشغل خد معايا وقت شويه، فده اللي خلاني سبتها تهدى. لكن انا غير كده بحبها ايه سخنه كده تبقى سايحه ونايحه يعني. تمام. فانا عايزه اقول لكم مش حاطه اي حاجه على الوش خالص، ولا بيض ولا جبن ولا اي حاجه. انا سايباها البشاميل كده على الوش بس خد لونه وخلاص. وانا اصلا عشان عامله تتبيله البانيه حلوه او الشاورما باربيكيو بقى وتوابل وبتاع، عايزه اقول لكم كان مخليها طعم حلو قوي. الف انا وشيف اللي قال اكلت انا بقى انا والاولاد وسبتهم بره، شغلت لهم الكرتون وقلت لهم الله يهديكم اقعدوا شويه اتفرجوا على الكرتون لحد ما اخلص اللي ورايا، عشان انا هموت واخلص. بس كده زي ما انتم شايفين. هنا مكه كانت مصممه تديني التفاحه. الله يهديهم. هنا بقى نعمل مع بعض الفول تقريبا. هنا بقى بعد ما نقيته هسيب احط بقى عليه ميه، هسيبه يتنقع. ونقعته كده المفروض ده كده تاني يوم، يعني نقعته في يوم الاحد بالليل قبل ما انام، وصحيت تاني يوم قبل وانا بعمل اكل الفطار، لان زي ما قلت لكم كنت صايمه من الاثنين. قلت بقى والعدس على البوتاجاز، كنت عامله عدس النهارده فضلت خيركم. وقلت العدس على النار والعين التانية هحط الفول. الفول خد معايا اللهم بارك 3 ساعات على النار هاديه جدا، يعني نار شمعه. تمام كده. حطيت بقى الفول صفيته وغسلته كويس جدا، نزلت عليه يعتبر نص كوبايه من العدس الاصفر، ونزلت عليه بجزريه كبيره مبشوره وقطيتين كده قطعتهم نصين. وهعصر بقى الليمونه كده زي ما انتم شايفين. الليمونه دي عشان الوش بتاع الفول ما يسودش، لان احنا مش عاملين في قدره، عاملين في حله عادي خالص. هتشوفوا شكله عامل ازاي، لونه تحفه جدا. في اخر الفيديو هوريكم شكله. بصوا ما شاء الله اللهم بارك الفول بيحكي عن نفسه.
هتشوفوا شكله في الاخر عامل ازاي، ولا وشه اسود ولا اللي هو شيط منك لان حله ستانلس، لا لا خالص. اعمليه في حله، ما تقلقيش، انا ما عنديش قدره فحبيت اعمله في الحله اول مره وقلت خليها على الله، بس بجد طلع تحفه جدا. بنزل عليه بميه مغليه، وبرده لو قل منك الميه على البوتاجاز اوعي تنزلي بميه من الحنفيه، هيسود منك وهيجرمز كده، وهتلاقي معاكي الحبايه مش بتطرى، هتلاقيها نشفت اكتر، عامل زي اللحمه كده بالظبط. اللحمه لو نزلت عليها بميه ساقعه أو من الحنفيه برضو بتطول معاكي في السوا. كل ما يعوز ميه هحط له ميه مغليه. تمام كده، هتشوفوا شكله في اخر الفيديو عامل ازاي، بجد تحفه جدا. هنا بقى حبيت اعمل الكوكتيل، هنا برضو كنت قبل المغرب بنص ساعه تقريبا، فهبدا بقى اعمله بالهاند بلندر. عايزه اقول لكم الخلاط بتاعي اتكسر وزعلانه عليه جدا، الحمد لله يعني قدر الله ما شاء فعل. انا لسه مشتريه الشاشه ده اصلا من قريب من كام شهر، فوقع من ابني اتكسر، بقى اوريه لكم ان شاء الله. فنزلت بالهاند بلندر بقى، قلت ايه هضربها زي ما تيجي، الهاند بلندر مهما طحن مش هيطحن زي الخلاط، بيبقى بيطحن الحاجه خشنه، فهو اتكسر في اكتر وقت انا بعوزه يعني التفريزات، فالحمد لله يعني قدر الله مش افعل. الحمد لله ان هو جت في يعني ما جاتش في ابني ولا حاجه ان هو وقع ولا حاجه، الحمد لله. فهنا بقى ايه قطعت الموز وقطعت التفاح صغير كده، بحب اقطعه صغير، وهنزل عليه بعصير الفراوله. طبعا حطيت بقى السكر وكده، هو بقى تقيل بس انا هزوده شويه ميه، لان انا بحب يبقى برضو ايه العصير كتير في الكوكتيل، ميبقاش برضو الفاكهه هي اللي اكتر. ما شاء الله اللهم بارك، كان طعمه حلو جدا. فطرنا عليه النهارده. انا حطيته بره لان الجو ساقعه ومش بعرف اكل الحاجه ساقعه والجو ساقعه، فاهمين ازاي، والجو الواحد صايم، فاللي هو مش ناقصه وجع معده يعني، الحمد لله. بس كده هسيبه مع نفسه بقى واخلص بقيه الاكل وهفطر عليه انا والاولاد. حبيت بقى احطه في كاسات كده مش في كوبايات، مدي شكل حلو يعني، العين بتاكل قبل البق يعني. والف انا وشيفا اللي كل انا بقى عملت كده، الكاسات دي جميله قوي، طلعتها من النيش يعني. طبعا لسه بقى بنفرش فرش رمضان والكلام ده كله، كل الحاجات اللي عندي يعتبر في المطبخ هدخلها يعني، هطلعها بره وهجيب حاجات جديده من النيش بقى، وشويه من تحت السرير يعني، هجدد من غير ما اشتري حاجه. يعني الحاجه اللي عندك في النيش طلعيها، النيش مش يعني مش هناخده معانا احنا رايحين تحت الارض يعني، تمام تمام كده. فانتي طلعي من النيش، طلعي من الحاجات اللي تحت السرير، لو عندك حاجات حاطاها تحت السرير من ساعه الجواز، الحاجات دي كلها استعمليها، الحاجات دي بتاعتك انتي، مش هتستني اما انتي تبيعيها ولا تديها لحد غيرك، دي حاجتك انتي، استمتعي بيها وطلعيها واستعملي كل حاجه. يعني الحاجه دي بتاعتك انتي، فاهمين قصدي ازاي. فانا بحب كده في رمضان اشيل اللي موجود في المطبخ واطلع غيره، اذا كان في النيش او حاجات اللي تحت السرير. الحاجات تحت السرير دي بتاعت المطبخ، ليه المونيات بقى وصواني تقديم ومجات والحاجات دي كلها، فانا ان شاء الله كل اللي موجود في المطبخ يعتبر انا يعني مقرره ان اشيله تحت السرير، واشيل حاجات تاني يعني، اطلع حاجات جديده. فالله المستعان، الحاجات دي كلها مش عايزه احرقها بقى، عشان ان شاء الله في الفيديوهات الجايه فيديوهات التنظيفات. هنا بصوا الفول بتاعنا اللهم بارك، لونه كمان افتح من اللي انتوا شايفينه في الكاميرا كده، الكاميرا مغمقه سيكه، هو اصلا الجزر مخلي له لون حلو قوي. طبعا انا شلت القوطه وشلت الليمون بعد ما استوى. المره اللي فاتت انا نسيت الليمون في الفول وضربته بالهاند بلندر، بس كان مديله نكهه حلوه مش ممرره خالص، كان مديله طعم حلو، بس انا قلت المره دي طالما افتكرت كده هشيل الليمون، وشلت القوطه كمان عشان ما تحمضوش ولا حاجه لو قعد معايا كتير في التلاجة. وبس كده زي ما انتم شايفين، وضربته بالهاند بلندر نص ضربه كده او تلات ارباع ضربه. انا بحبه الفول نفسه مبقاش باين، بحبه يكون مطحون، حتى لو بشتريه من عند المطعم او حاجه بخليه يدولي مطحون، ما بحبش الفول المحبب كده. فزي ما انتم شايفين كده ضربت كده بالهاند بلندر يعتبر 70% كده، يعني في كده برضو شكل الفول موجود مش كله مطحون. ضربته كده وتقل معايا. كده اما اجي اطلعه بقى لو حبيت ازوده ولا حاجه ازوده بقى طحينه بقى وليمون زيت يعني، هظبطه تمام كده. انا حاطاه من غير اي توابل ولا اي ملح ولا اي حاجه ولا اي حاجه. وحطيته كده، حبه تحطيه في علب براحتك، حبه تحطيه في اكياس براحتك خالص، دي بتاعتك انت. فزي ما انتم شايفين كده، اللهم صل على محمد، بدات كده ان انا اكيسه على قد الاكله بتاعتنا وعلى قد السحور. انا على قد ما اقدر كده مش هحاول امد ايدي عليه، انا هخليه في الفريزر بقى رمضان باذن الله. لو عرفت اعمل تاني باذن الله هعمله بقى، واحاول برضو اعمل لكم فيديو ان شاء الله لسحور رمضان، حاجات بقى الزبادي والطعميه والفول والبليله والحاجات دي كلها ان شاء الله اعملها لكم في فيديو لوحده متخصص كده، عشان برضو ما يبقاش متباعد عن بعض كل وصفه والتانيه. ده كده الفيديو بتاعي النهارده، يا رب يكون عجبكم، بحبكم في الله، كل سنه وانتم طيبين، والسلام عليكم ورحمه الله.